بحساب دور 16 لبطولة كأس العالم تحت 17 عاما، تأهل المنتخب المغربي إلى الدور ربع النهائي بفوزه على نظيره الإيراني بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. هدف المباراة الأول خطفه الإيرانيون برأسية محكمة من إسماعيل قوليزادة في الدقيقة 72. لم يقوى الحارس طه بن غزيل على التصدي للكرة، وفي الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع أدرك المهاجم البديل نسيم عزاوزي التعادل للمغرب بعد تمريرة محكمة من زكريا وزان يحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح. وبعد أن أضاع المنتخب الإيراني ركلتين من أصل 3 أطلق فؤاد الزهواني أفراح منتخب بلاده بتسجيل الركلة الترجيحية الرابعة بنجاح، لتنتهي ركلات الترجيح ب4 أهداف ل1، ويضرب بذلك منتخب المغرب موعدا مع مالي في ربع نهائي المسابقة. بالفعل احنا متوقعينها تكون صعيبة، توقعنا خصوصا البدايه ديال المباراه تكون صعيبه، فكنا عارفين بانه خصنا نصمدوا في واحد الجزء معين من المباراه، ومن بعد دائما ملي تنكونوا صامدين تعطينا المباريات الامكانيات تنقدروا نديفلوبي ولا نلعبوا ذاك اللاعب ديالنا وذاك لو ستيل ديالنا. الحمد لله انه التوقع هو اللي حدث، لانه بدنيا قدرنا نصمدوا وبالتالي كنا مستحوذين على الكره، كنا مسيطرين، كنا الاقرب للتسجيل في العديد من الاهداف. واليوم الفريق بين ميزه اخرى وهي القوه الذهنيه ديالو رغم الصغار ديال السن ديالهم. شفنا الاصرار، بقينا منظمين الى شكل كبير، اصرار كبير. غنظن انه الهدف ديال التعادل كان شيء عادل عطفا على الفيزيونوميه ديال المباراه والسيناريو ديال المباراه. فالحمد لله، لان ضربات الجزاء ايضا جزء من التدريب، تدربنا بزاف، كان عندنا تاكيدات كثيره بالنسبه للاعبين اللي تيشوتوا، وطبعا دائما تنعولوا على طه فاش يجبدنا هذاك البيلانتي ولا جوج. اليوم ايضا مره اخرى كان في الموعد، فهنيئا للمغاربه وهنيئا لنا وهنيئا خصوصا اللاعبين والعائلات ديالهم. يعني الحمد لله حنا كنا تايقين في راسنا من الاول باللي الماتش ماشي ديالنا. كيف ما لاحظتي الرياكسيون ديالنا اللي كانت اليوم ماشي كيف كانت بحال الاكوادور. ديال الاكوادور كنا شويه لهذا الماتش كنا تايقين في راسنا. لي كوتش ديالنا عطاونا الثقه بزاف باللي راه الماتش ديالنا وما غيدير لنا حتى شي واحد. الحمد لله تقنا في ريوسنا وتقنا في لي كوتش ديالنا، داكشي اللي قالوا لنا راه طبقناه، والحمد لله يا ربي. حمدتك يا ربي وشكرتك. وكنقول للمغاربه ان شاء الله كامل ديما غيكونوا فرحانين بينا ان شاء الله يا رب. الفرحه الكبرى اليوم للفريق الوطني بعد بلوغه للدور الثمن او الربع من المنافسه. عليكم الحمد لله الحمد لله، ربي معانا ربي معانا. الحمد لله، الفرحه الكبيره اليوم. كلمه للجمهور المغربي. كنقول الحمد لله، نشكر هاد اللعابه اللي تاقوا في ريوسهم وطاقم التقني اللي عطينا الثقه، وكنقولوا للجمهور المغربي يزيد يثق فينا وديما مغرب. الحمد لله. اللي جاي تخلق صافي ديما مغرب، والله ديما مغرب. هنيئا ما كانش ماتش ساهل اليوم كان صعيب. الحمد لله كنا مزيان، البلوك كان مزيان والحمد لله. ديروا النية الحمد لله ديما مغرب. والله انا معليش وي وينت صافي. هنيئا، الف مبروك، تستحقون. الحمد لله ان شاء الله. باقي الماتشات اخرين ونخدموا ان شاء الله. الحمد لله. العميد كابيتان ورا ذاك الراس. حنا كبار. مبروك عليكم. كنبغي نقول جمهور المغاربه حنا كبار وغنبقاو كبار. الحمد لله والحمد لله على كل حال. ما كانش ماتش اليوم. زاويدوا يا الحمد لله. حنا فرحانين بزاف والحمد لله حيت فرحنا المغاربه وديما مغرب. ديما يكون على الخير ان شاء الله من هنا لقدام، وان شاء الله ربي ييسر لنا. الحمد لله عليكم شيخون. congratulations, you deserve to win, to be for the first time on the history in the quarter final. الحمد لله. الحمد لله. حنا راه كبار وغنبقاو ديما كبار، وكنبغي نشكر هاد الرجاله اللي معانا والطاقم التقني والستاف ميديكال، كلشي ديما مغرب. وكنبغي نقول جمهور المغاربه يثقوا فينا ودخلنا للتاريخ الحمد لله، وديما مغرب وحنا غنبقاو كبار ديما. هذه الفرحه الكبرى للاعبي الفريق الوطني، فرحه لا تقدر بثمن.
هنا في مدينة سورابايا لأول مرة في تاريخ كرة القدم المغربية. المغرب في الدور الربع النهائي لنهائيات كأس العالم. لحظات وسنتحول للناخب الوطني السيد سعيد شيبة.